مرحبا، كيفكن؟ أنا محمود بيطار. كلياتنا شايفين اللي عم بصير بسوريا وبحلب بالذات. ناس فرحانة وناس زعلانة، ناس منتصرة وناس مأسورة. نفس الشعب، شعب واحد، نحن كشعب سوري واحد. الطوائف لعبت فينا بشكل مو طبيعي. ايه طوائف، ايه طوائف. اليوم اللي عم بصير بحلب ما مر ولا على دولة ولا على قرن ولا شيء. المئات الالاف عم بموتوا، ناس فرحانه وناس عم بتزمر، ناس طبلانه. انا كرأيي السياسي طز بالجوز. انا ما بعترف باي جهه بتسبب بقتل اي انسان او اي حيوان، لانه الاثنين عم يأذوا انسان. انا كتفكيري، انا كنت ككوميدي متابع صفحتي انشر شغلات تغير الواقع تبعنا. كنت انشر كل يوم، وقفت على الفيسبوك، انا وقفت بشكل خالص ما عاد انشر شيء. الشيء اللي جواتي بيمنعني. عندي ابن خالي قاعد بطرف مع المؤيدين، وابن عمه مع طرف مع المعارضين، ولا هذا بيقتل ولا هذا بيقتل، الاثنين رايح عليهم. الاثنين راح لنا بالعيله، قتل كثير وناس ماتت كثير على حساب ولا حدا، على حساب ولا حدا. بدك تعبر عن رايك غصبا عنك، انت بدك لو ما كنت تتدخل بالسلاح، بس لازم تعبر عن رايك. مع مين انت؟ نحن كنا من أفضل الشعوب، كأقدم عاصمة بالتاريخ دمشق، كأقدم مدينة مأهولة في التاريخ حلب، صرنا كأفضل بلد بالإرهاب. وعلى اسم مين؟ منه بيستغلك على اسم الدين، منه على اسم طائفتك، منه على اسم شكلك. الدين بريء منكم. نحن ديننا مو هيك. انا دين اللي تعلمته مع اهلي، انا كمسلم ما تعلمت هيك، ما تعلمت اقتل، ما تعلمت اظلم، ما تعلمت اضرب. اهلي ما علموني هيك. لا 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 لا. اليوم ناس عم تموت، ناس واقفه مع ناس عم تزمر، ناس فرحانه. نسوا والله العظيم، راحت كثير اطفال. كل يوم تفتح الصور على الفيس مستحيل تستنى بلحظه. اقسم بعز الله كانك سوري مستحيل تستنى بلحظه. اقسم بالله وصلت لناس، انا عم انجح بحياتي، عم اتطور، بس بتطلع لهون الناس لما بتشوف كل يوم عالم عم تقتل، كل يوم ناس عم تموت مو طالع بايدها شيء، وانت ما فيك تختار مع مين. انت ما فيك. انا بكره السياسي. طز بكل حدا سياسي، طز بكل واحد سياسي، طز بكل حدا ساهم بقتل طفل سوري او امرأة او عجوز، طز بكل واحد. دمروا البلد. سمعتنا صارت برا قرف. اول ما يحكي الانسان معك يقول لك سوري، تعرف شو يعني سوري؟ يعني اخذ عنك انت فكره الارهابي المجرم التالي اخذ فكره عنا بشعه. مهما صلحناها رح نبقى اخر الشعوب ومستحيل نتطور، مستحيل نرجع مثل ما كنا لما بترجع تطلع على تاريخك يا الله وين كنا، ويا الله. لما انشر بوست انا ككوميدي، والله عرفت الكوميديا اقسم بالله، بنشر بوست تلاقي المعارضين ولا المؤيدين ليش ما عم تنشر انتوا افشل عالم. ما شو قالوا؟ ذكروها بالقرآن، الفتنة أشد من القتل. نحن عنا فتنة وعنا قتل، عنا التنتين. تخيل انت قديش انت عم تتابع حياتك وعم تتابع دينك. والله العظيم ديننا بريء منكم، اقسم بعز الله بريء منكم. الفتنة يا جماعة، الفتنة أهم. نحن أول شيء الفتنة وبعد القتل، الاثنين استغليناهم باسم الدين، باسم الشعب، باسم نعبد الملوك، نعبد الأمراء. ليش عم تعبدوا انتوا عم تعبدوا عالم ما عم تعرفوا مين. نحن ديننا واضح، ديننا والله العظيم تشوهنا باسم الدين، باسم الناس. هي فشلنا. نحن من افشل الشعوب، من افشل. لما تلاقي ناس عم تتقتل لك، اطفال تحت الجثث، تحت الركام، ناس فرحانه طلعوا واحد يفوت. انا مالي لا مع النظام ولا مع المعارض، ولا انا ضد اي واحد بيقتل او ساهم بقتل الشعب هذا. لما بفوت الجيش مثلا ليطهر وما بعد شيء، وبرجع فوت الجيش الحرب بقتل الناس، هي راحت عليهم. لما فوت الجيش الحرب، لما فات لحلب كمان وفات ليساعد الناس، فات قدم ورجع تركهم. لما فات الجيش قتلوا العالم كل. حساب مين هي؟ حسابك فرحان تسوي حالك بطل. البطل هو اللي بوقف الحرب، البطل اللي بنزل سلاحه وبوقف الزفت اللي عم يصير. البطل هذا هو. اطفال ما له علاقه بالحروب، ما له علاقه بهذا الشيء ابدا، راحت على حساب مين؟ احسابكم، احساب كسلطه، كرتبه، كامير، كزفت. والبلاد العربيه كلها لا توصلوا الرساله ابدا. لا تطرش الدنيا بالفيسبوك، العالم عارفانه كل شيء، العالم عارفانه شو في جوات بيتك. ان كنا بالسويد او باوروبا، اقعد معه
اي واحد اوروبي بفصفص لك سوريا كلها، وفصفص لك اللي عم بيصير جوات بلادك كله، وانت عنده معلومات اكثر منك انت. لا تفكر اذا استغلينا السوشيال ميديا بهذا الزفت بهذا الشيء رح ننجح، لا والله ما رح ننجح، رح نضل افشل الشعوب اذا ما وقفنا هالقتل وهذا اللي عم بيصير هذا. بس هذا اللي حابب اقوله. انا عبرت عن حالي انا كمواطن سوري عايش برا، بدي اعير اهلي ولا ابكي هون ولا انجح هون ولا ادفع اجار بيت اهلي ولا شو. خلوا الناس بحالها، اذا كنت شاطر وقف الفتنه، وقف الفتنه وبس. والله العظيم ما تم قلب احكي، وما بدي لا حدا يشير الفيديو هذا ولا حدا يشوفه. والله كرهت حياتي كلها، انا كمواطن سوري عايش برا كرهت حالي. وانا بقول لكم المره الاخيره ديننا مو هيك. انا كمسلم هذا لا مو ديننا، هي مو تعاليمنا اللي تعلمناها ابدا، لا ابدا. وانا مستحيل ابى هذا الشيء. انا ضد اي قتل اي انسان او اي حيوان شو ما كان يكون. وهي رسالتي اللي حابب وصلها بس للفيسبوك وللعالم اللي عم تشوفون. وشكرا لكم كلكم.